الغسالات والاسعار الجديده اللي نازله. يلا بينا نخش الحلقه. لو انت لسه جديده معايا قلبي في الفيديوهات اللي عندي ان شاء الله تعجبك. اول حاجه معانا هنا غساله وايت بوينت. طبعا انا كتمت الصوت عشان خاطر كان في مزيكا شغاله واغاني. وايت بوينت نوع حلو من الغسالات، بس انا بفضل توشيبا في الغسالات. طبعا وايت بوينت هنا انفرتر، والباب بتاعها طبعا بيتقفل لوحده زي ما انتوا شايفين، وفيها برامج عدة. فيها غسيل وتجفيف وشطف وعصر والمية بزيادة، ودرجة الحرارة والسخونية. الباب بتاعها زي ما قلنا انفرتن، يعني بيتقفل لوحده كده. جودة الخامة بتاعتها من بره كده، بصوا الباب اهو، هو كده انفرتن يعني بيتقفل كده. جودة الغسالة كويسة جدا، السعة بتاعتها كبيرة جدا. الدرج بتاعها صغير، ما عجبتنيش، مش عارفة هي. وايت بوينت هنا 12 كيلو، وهنا برضو وايت بوينت تاني بس الأحدث شوية ديت كانت 9 كيلو، فوق اوتوماتيك، وفيها درج في مسحوق وفي تأجيل. برامج بقى بتاعتها التأجيل واختيار الحرارة والجلد البارد والساخن، وكمان برنامج دافي، وبرنامج العصر والشطف والغسيل والنقع. طبعا العطس عشان انا عمال اعطس فمخي في العطس. كمان هنا التحكم بتاعها من خلال الزراير مش التاتش. فالغسالة التانية طبعا في وايت بوينت، ودي برضو كمان انفرتر، والازاز بتاعها متين. عشان في ناس بتقول لي البيبان الازاز بتاعت الغسالات اللي فوق اوتوماتيك مبقش فيها متينة ولا يعني تتكسر بسهولة. لا، البيبان على فكرة عموما في الغسالات اللي فوق اوتوماتيك يا جماعة بيبقوا عاملين عليها قوة تحمل، يعني الباب ما يتكسرش بسهولة. الا اذا انت بقى مسكت شاكوش وضربتيه، يعني مش هيحصل كده طبعا. طبعا رأف هنا فرحانة بكل حاجة، عمالة تجرب بقى ان هي تشغل الغسالة. الوايت بوينت ديت 9 كيلو، وديت بزراير، لا زراير تحكم. وزي ما قلتلكوا البرامج بتاعتها. انا بالنسبة لي وايت بوينت بحبها اوتوماتيك، ما بحبهاش فوق اوتوماتيك. معانا هنا توشيبا انتوا عارفين يا جماعة انا بحب توشيبا في الغسالات جدا وفي الشاشات. دي توشيبا معايا هنا هوت اللي هي 14 كيلو. تمام. الباب بتاعها متحرك من ناحيتين، وانفرتر برضو، والبسلة بتاعتها صغيرة يعني مش كبيرة قوي. بس البرامج بتاعتها والاوبشن بتاعها حلو. عموما شركة توشيبا انا بحبها وبفضلها لان بيبقى فيها برامج كويسة في الأجهزة بتاعتها، وكمان ليها قطع غيار متوفرة. معانا زرار الأون والأوف، ومعانا زرار المية والبارد والسخن، وكمان معانا حماية الأطفال اللي هو جنب الكولد على طول دوت. لو الطفل يعني داس على الزرار، على أي زرار، إن هي ما تغيرش الأوبشن. تمام. معايا كمان هنا هوت زرار كمان تزويد المية والتجفيف السريع والتجفيف البطيء. تمام. وكمان أيوة السريع والبطيء والإلكتريك. وكمان معايا برامج تانية موجودة معايا، النظام الحساس والنقع والبطانية ويعني لو هتغسلي حاجة كبيرة، هتغسلي مثلا كوفرتة صغيرة، كل دي برامج للحاجات دي. معايا كمان درجات الحرارة زي ما انتوا شايفين كده، بتتحكمي في درجات الحرارة عن طريق زراير تاتش. اللي قبلها كانت زراير بس من غير تاتش. فدي الشاشة بتاعتها تاتش بس بالزراير، مش التاتش اللي هو اللمس. طبعا الخامة بتاعتها من بره ستانلس ستيل، حطينا عليها كمان مغناطيس، فلقيناها فعلا ستانلس ستيل. لان في غسالات بيقولك ان هي ستانلس وهي بتبقى صاج، يعني واخدة بس كده طبقة، لكن هي بتبقى صاج. معانا بقى غسالة تانية كده، دي اللي عجبتني جدا من شرب العربي، عجبتني من شرب. الغسالة ديت حمولة 20 كيلو.
عليها برامج كتير بقى يا جماعة، بُصّوا بقى يعني برنامج بطانية تلاقي، بطانية وكوفرتة مع بعض تلاقي نقع وتجفيف سريع، تجفيف دايم مع الحرارة، تلاقي كمان زرار المروحة تشتغل، وكمان زرار المَيّة الإضافية، الغسيل السريع، غسيل الأطفال مع الحرارة، التخفيف، غسيل الحلة لوحدها. حاجات كده أوبشنات حلوة، فأنا بالنسبة لي لو بتسألوني في الحلقة أفضل نوع عجبني أنا من ضمن الأنواع اللي أنا صوّرتها، فهو شارب العربي، دي شارب دي جميلة جدًا، و السعة بتاعة البستلة بتاعتها كبيرة، واسعة جدًا. أنا بالنسبة لي الغسالات اللي فوق أوتوماتيك ما ليش معاها يعني خُلق. أنا بافضّل الغسالة الأوتوماتيك، لكن لو أنا في يوم من الأيام هاشتري غسالة فوق أوتوماتيك، فأنا ممكن أجيب دي، الشارب ديّة، دي 20 كيلو، البِستِلة بتاعتها كبيرة، غويطة، واسعة، الدُرج بتاعها حلو، الباب بتاعها كمان inverter بيتقفل لوحده، وبرامج فيها حلوة، والتورنادو اللي إحنا جايبينها برضه نفس الoption وأكتر كمان، برضه 20 كيلو. بس يزيد بقى دي في الأوبشنات بتاعتها دي أول حاجة شاشة touch لمس، وكمان فيها برنامج النقع والغسيل السريع وتأجيل التشغيل، اللي قبلها ما كانش ممكن تأجلي لو أنتِ مثلًا بتغسلي أو حاجة ما بتفصلش، لكن دي ممكن تفصل لوحدها أو ممكن تفصليها عن طريق الtouch بتاعها زرار الtouch، فممكن تقفليها. دي البرامج بتاعتها حلوة جدًا، ممكن تشغّلي البارد والسخن مع بعض، ممكن تشغّلي السخن لوحده، البارد لوحده، ممكن تشغّلي برنامج النقع والشطف ورا بعض، لإن في غسالات بيبقى فيها برامج معيّنة، يعني برامج محددة، فيها كمان الmix، وكمان فيها الدرج بتاعها زي ما أنت هتشوفه غويط بتاعها، الدرج بتاعها حلو جدًا عجبني بالنسبة للغسالات اللي أنا شُفتها، وكمان الفلتر بتاعها كويس جدًا، البستلة بتاعتها من جوّه واسعة وstainless حلو، وكمان من جوّه مسدودة من تحت مش زي الغسالات اللي طالعة جديدة اللي طالعة القديمة مروحة لأ، دي كمان غسالة توشيبا زي ما أنتم شايفين كده، برضه شاشة touch لمس، وزرار الstore وزرار الحرارة وزرار الضغط، وكمان الضغط المناسب، وكمان زرار الدورة الكاملة، وكمان معاه الدورة مع درجة الحرارة، وكمان معاه برامج كتير للغسيل منها الmix مع الأوزان، وكمان القماش القطن اللي هو الصوف. بُصّوا كده يعني أنا بافرّجكم عليها، الباب بتاعها مش inverter تمام، أمّا الفريش ديّة الباب بتاعها inverter وشاشة touch wood، يعني touch screen كده بتلمس، وزرار الpower، بس البرامج بتاعتها برضه برامج محدودة بالنسبة اللي أنا قبلها قُلت عليها. فيها زرار البدء وزرار المَيّة، وكمان وضع الغسالة لو أنتِ عايزة تثبّتي الغسالة، شغّلتيها عايزاها تثبّتيها على برنامج معيّن تثبت عليه كدهوّة وبعدين ترجع تعمل الدورة من جديد أوكي، ففريش حلوة برضه، بس أنا باحب توشيبا في الفوق أوتوماتيك. آخر حاجة بقى معايا هي الغسالة ديّة برضه، ديّة من تورنيدو، شارب، دي شارب تمام، برضه دي ستيل، stainless، وكمان فيها برامج زي بالضبط اللي هي عجبتني التورنيدو عشان كده أنا قُلت تورنيدو، نظام التجفيف مع الدوران السريع والتجفيف مع الدوران المتوسط، وكمان ضغط الأوزان.